بتابع اليومين دول بمزيد من الإعجاب والحسرة الحرب الدايرة بين إيران وأمريكا. الإعجاب بالصمود العسكري المبهر لإيران رغم فرق القوة الرهيب. الإعجاب بالذكاء في المباحثات الدبلوماسية بغض النظر عن النتيجة هتبقى إيه، بس في ذكاء وفي كرامة وفي قوة وفي صمود حتى في الدبلوماسية. الهدف منه الحفاظ على كرامة الشعب، كرامة الوطن، على وجوده، على حظوظه ووجوده كقوة إقليمية. ممكن لو عدت من الأزمة اللي هي فيها دي تتحول لقوة دولية. آه، على شعبهم، على بلدهم، على مقدراتهم، على ثرواتهم. عدم الموافقة على الاستسلام للهيمنة الأمريكية مشروع اتفقت أو اختلفت معاه، لكن مشروع بيشتغل لمصلحة شعبه ومصلحة وطنه. في مقابل المنطقة فيها بقى في المقابل المشروع المفروض ان هو اللي احنا معترضين عليه اللي هو المشروع الإيراني. احنا بقى كعرب مسلمين وسنة آه، عملنا ايه؟ مفيش اكتر من الذل والهوان والانبطاح والاستسلام تماما للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. آه، قواعد في كل مكان، سيطرة على القرار السياسي في كل مكان، سيطرة على المقدرات بالبترو دولار. آه، مستنيين أمريكا امتى تدافع عننا وامتى تسيبنا وامتى تستولي على ثرواتنا وامتى تسيب لنا جزء منها، امتى توقف الحرب وامتى تشعل الحرب اللي احنا بندفع ضريبتها وبندفع ثمنها. والخليج طبعا هو اللي بيدفع وهيدنه يدفع تكلفة الحرب دي سواء لأمريكا أو لإيران لو حصل اتفاق. آه، ذل وهوان وانبطاح واستسلام تام وتيه مصري للأسف دخلنا فيه ومش عارف هنخرج منه امتى. وبسأل نفسي مش كنا احنا أولى بالشرف ده؟ مش كنا احنا أولى بالدفاع عن مقدساتنا اللي انتهكت في فلسطين؟ مش كنا احنا أولى بالدفاع عن دمنا الأريق والخذلان والصمت الرهيب على المذابح اللي حصلت في غزة لمدة أكتر من سنتين؟ مش كنا احنا أولى بالدفاع عن دمنا اللي بيراق في لبنان وفي سوريا وقبل كده أريق في العراق وبيراق في السودان وبيراق قبل كده أريق في مصر وفي كل مكان ودلوقتي بيراق في الخليج؟ مش كنا احنا أولى بالشرف ده وبالدفاع عن مقدساتنا وعن دمنا وعن